نسور قرطاج في مواجهة الساموراي الأزرق هو صراع كلاسيكي بين الصلابة الدفاعية والبراغماتية الإفريقية ضد السرعة. الانضباط التكتيكي، ويمكن حصر نقاط قوة المنتخب التونسي فيما يلي: الحصانة الدفاعية الخارقة، حيث يمتلك المنتخب التونسي تنظيماً دفاعياً حديدياً أنهى تصفيات كأس العالم 2026 دون استقبال أي هدف في 10 مباريات. الروح القتالية والبدنية، يمتاز اللاعبون بالاندفاع البدني القوي وإغلاق المساحات والقدرة على خنق مفاتيح لعب الخصم. خط وسط متزن بوجود لاعبين أصحاب خبرة أوروبية كبيرة مثل إلياس السخيري وعيسى العيدوني، يمتلك الفريق فلاتر ممتازة لقطع الكرات. أما نقاط ضعف المنتخب التونسي فنجملها فيما يلي: العقم الهجومي وقلة الإبداع، يعاني الفريق بوضوح في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف من اللعب المفتوح، يعتمد بشكل مفرط على المهارات الفردية لبعض الشبان مثل إلياس العاشوري أو الكرات الثابتة. البطء في التحول الهجومي، يفتقد الفريق للمهاجم القناص الكلاسيكي الفعال أمام المرمى. إما عن التكتيك المتبع من طرف نسور قرطاج، فالمنتخب التونسي يلعب بخطط مثل 4-3-3 أو 4-2-3-1، ولكنها تتحول في الحالة الدفاعية إلى تكتل دفاعي منخفض لو بلوك بنظام 4-5-1. الفريق لا يضغط عالياً، بل يترك الاستحواذ للمنافس ويضيق المساحات تماماً في ثلث ملعبه، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والكرات الثابتة لخطف هدف. ومن جهة أخرى، فإن المنتخب الياباني الساموراي الأزرق له نقاط قوة تتمثل في: السرعة الفائقة والتحولات المرعبة، التناغم والسرعة في الانتقال من الدفاع للهجوم عند قطع الكرة، يعتبر من الأفضل في العالم. جودة فنية عالية في أوروبا، يمتلك الفريق نخبة من اللاعبين في الدوريات الكبرى مثل تاكي فوسا كوبو، ريال سوسيداد، وواتارو إندو، ليفربول. المنظومة الجماعية الجبارة، الفريق لا يعتمد على لاعب واحد، لديهم مرونة تكتيكية عالية جدا وانضباط ياباني صارم في تطبيق تعليمات المدرب هاجيمي مورياسو. وتتمثل نقاط ضعف الساموراي الأزرق في: الغيابات المؤثرة في الأجنحة، يعاني الفريق حالياً من ضربة قوية بإصابات عناصر هجومية خارقة مثل كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو، مما يضع عبء الإبداع كله على كوبو. المعاناة ضد التكتلات الدفاعية، رغم استحواذهم